السلام عليكم. التلاجة بصفة عامة بتنزل بتصميمات وأشكال مختلفة زي الاتنين باب والأربعة باب وغيرهم. في كتير من العملاء بنلاحظ إن هم بيحاولوا يسألوا على شكل تلاجة معين، لكن مش عارفين يوصلوا شكل التلاجة اللي في دماغهم للتاجر أو البائع اللي بيتعاملوا معاه. هنحاول في الفيديو ده إن شاء الله نوضح لحضراتكم المسميات اللي بتتقال على التلاجات المختلفة في السوق علشان نسهل عليكم عملية الشراء. اشكال وتصميمات الثلاجات اللي موجوده في السوق. اول حاجه هنبدا بيها وهي الثلاجه الباب الواحد، ودي بتكون عباره عن ثلاجه لها باب واحد بيقفل عليها، وبيكون في جزء جوه الثلاجه مقسوم للفريزر، وباقي الثلاجه بيكون للتبريد. وطبعا دي من الاصدارات القديمه واللي اكيد بتكون ثلج. الشكل الثاني هو الشائع في البيوت بتاعتنا كلها، بيكون الفريزر فوق والثلاجه تحت، وهو شكل البابين. الشكل اللي بعد كده شكل التلاتة باب، وبيكون عبارة عن الفريزر في الجزء اللي فوق، التلاجة في الجزء اللي في الوسط، وتحت بيكون عبارة عن درج الخضروات، وبيكون كل جزء من دول له الباب المنفصل اللي بيقفل عليه. الشكل اللي بعد كده وهي التلاجة السايد باي سايد، ودي عبارة عن تلاجة جزء واحد لكن مقسومة بالطول. الجزء اللي على اليمين كله بيكون تبريد او التلاجة، والجزء اللي على الشمال كله بيكون الديب فريزر. بعد كده التلاجة الأربعة باب، ودي بتكون عبارة عن بابين بيفتحوا قصاد بعض في الجزء اللي فوق، وبابين بيفتحوا قصاد بعض في الجزء اللي تحت. أوقات التلاجة بتكون فوق والفريزر تحت، وأوقات الفريزر هو اللي فوق والتلاجة بتكون بالأسفل. بعد كده التلاجة الخمسة باب، وهي شبيهة جدا بالتلاجة الأربعة باب. التلاجة الخمسة باب بتكون عبارة عن بابين بيفتحوا قصاد بعض فوق، وبدل ما بابين بيفتحوا قصاد بعض تحت، لا، هي عبارة عن 3 أبواب قصاد بعض. بيكون التلاجة هي اللي فوق، وبيكون الفريزر هو اللي بالأسفل. بعد كده التلاجة الفرنش. التلاجة الفرنش دي بنقول عليها لما بنلاقي التلاجة تكون عبارة عن بابين في الجزء اللي فوق، والجزء اللي أسفل بيكون درج للفريزر، وأوقات بيكون درجين قصاد بعض. بعد كده التلاجة الكومبي، بتكون التلاجة فوق والفريزر بالأسفل. وفي بعض عملاء مؤخرا بيشتروا تلاجتين كومبي ويحطوهم جنب بعض، ويكلم الشركة عشان يعكس له باب تلاجة منهم ويدينا شكل التلاجة الأربعة باب. بعد كده التلاجة التوينز، والتلاجة التوينز بتكون جزئين محطوطين جنب بعض لكن منفصلين. الجزء اللي على اليمين كله بيكون تلاجة، والجزء اللي على الشمال كله فريزر، وبيكون واقفين او واخدين الشكل اللي هو بالطول. وجي دلوقتي ميعادنا مع سر من اسرار البائعين. المسميات اللي احنا قلناها للثلاجات مهمه جدا، وده لان التاجر لما بيلاقي العميل اللي قدامه فاهم في الاجهزه الكهربائيه وعنده معلومه ولو بسيطه، بيبدا الموضوع يتغير تماما. من ناحيه الاهتمام اهتمامه بيكون اكتر، ومن ناحيه الاسعار بيقول سعر من النهايه، لانه ما عندوش استعداد يخسر البيعه مع عميل عنده خبره ومعلومه وفاهم في الاجهزه الكهربائيه. وخد بالك ان العكس صحيح تماما. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومه جديده. السلام عليكم.